أسعد الله أوقاتكم يا حبايب قلبي. طبعا المسافرين من عدن إلى صنعاء الذي بينزلوا يقطعوا جوازات أو بيسافر مثلا بيجي من مصر أو من الأردن، احذروا ترقدوا في فندق اسمه هذا يا وسيم قصر الملكي الذي في مريس في الجبارة. احذروا مني يا شباب، لأنه إنسان تافه وإنسان ما عنده قبيله ولا يعرفوا قبيله. وصلنا انا واولادي نرقد الساعه 9، غلقوا النقد قالوا ادخلوا ارقد في الفندق هذا ما بش الله والجباره هذا. وصلنا رقدنا انا والعيال للساعه 12 نبصر صاحب الفندق فتح الباب ودخل الصاله واحنا راقدين في الغرف مغلقين. خرج له وسيم اخي بيت هذا هو ما دخل بك بيته هو ذيك فندقي، كيف تقول لي ما دخلك؟ خرجت لها انا قلت فندقك ولا فندق ابوك؟ ما يحق لك تدخل دقدق، عيب. معانا عوائل، معانا ناس كم يا ناس معاهم عوائل، يعني بالتعامل مع الناس هكذا. استحي على نفسك. الفندقي مدري ما هو ما حد منعني يقول ادخل ابو راسك المتهازر دناوي. خرجوا الناس الذي في الغرف فرعوا بيننا وتخارجنا قلنا استحي على نفسك، حرام علي لا اسحبك لو هو فندقك من هنا للسماء ولو انا في الجنوب. رغم ان الجنوب بيستغل ان ما بش الله هو الفندق، رغم ان اهل الجنوب على عيني وراسي والله انهم محترمين في عدن وفي كل منطقة وفي الضالع استقبلونا النقاط بكل احترام، وعمي يحيى واهلا وسهلا. انا ولا غيري بيستقبلوا الناس باحترام الصدق، بطريق ويبصر جوازك والله معك. بس الفندق هذا احذروا من ترقدوا فيه يا شباب، حرام مطلق. ان انا امس ما كان باقي شوي الا واقتله. عائلتي يجي يفتح الباب وفاعلي كاميرات في الصاله، كاميرات في الصاله قال على ميدان المقاوته. احذروا من الفندق هذا، ونطالب حكومة عدن انهم يبصروا هذا الفندق وصاحب الفندق هذا الذي قال هو فندقي. فندقك يا هين تدخل على الناس للشقق. وتحياتي لكم.